ان محبي نادي الزمالك بتزعم الدكتور مدحت مع المجلس ان هم ايد واحده، ودلوقتي نشوف نتاكد. دكتور مدحت مساء الخير. مساء الخير، ازيك يا كابتن؟ ازي حضرتك؟ ازيك يا فندم؟ ازي حضرتك؟ اخبار حضرتك ايه؟ تحياتي طبعا لكابتن ابراهيم حسن، وكل سنه وانتم طيبين. انت طيب يا دكتور، ربنا وحضرتك طيب. دكتور مدحت، اولا سعيد ان حضرتك قلت ان احنا مش معارضه ولا حاجه. طبعا. اولا انا بحيي الاستاذ ممدوح عباس. ممدوح عباس راجل محب لنادي الزمالك، وكان بيساند نادي الزمالك من قبل ما يبقى رئيس مجلس اداره، والراجل كان بيدفع فلوس كلنا عارفين، وانه راجل يعني مشجع، مش عايز اقول قلبه زي قلوب مشجعين الدرجه الثالثه. ده مبدئيا بس عشان الناس حصل لغط كتير حوالين هذا الموضوع. واحنا يا فندم بنأكد على كلام حضرتك، وده الكلام اللي حضرتك قلناه قبل ما حضرتك تخش المكالمه على طول. بالظبط كده، ما انا باخد من كلامك على فكره، انا سامعه باخد من كلامك لان انا فاتح التلفزيون. استاذ ممدوح عباس راجل انا بحبه جدا على المستوى الشخصي والمستوى الانساني، وكمان زملكاويته الكتيره دي محببانا فيه اكتر. واعضاء مجلس الاداره كلهم، الاستاذ عمرو الجناين، الاستاذ حازم امام، الاستاذ ادريس، اللي وصلت كلهم اصدقائنا على فكره، وكلنا بنحب نادي الزمالك وكلنا عايزين مصلحته، ويمكن نختلف او نتفق في وجهات النظر، بس اكيد الهدف واحد، مصلحه نادي الزمالك. وحصل لغط كتير قوي في حته، يعني حتى النهارده 12 عنوان كده في احدى الجرائد، عنوان انا من وجهه نظري لو الاستاذ ممدوح عباس راح يبقى مستفز بالنسبه له، ان هو كلمني وقال لي ما توقفوش معارضه لغايه ما نجيب حسام. ده هذا لم يحدث. اللي حصل ان انا كلمت الاستاذ ممدوح عباس من حوالي 4-5 ايام، وقلت له من فضلك، انت عارف، انا عارف ان مصلحه الزمالك تهمك اكتر من مصلحه بيتك انت. وكل جماهير الزمالك في جميع انحاء الوطن العربي شايفين ان التوأم كابتن ابراهيم وكابتن حسام هم افضل ناس يتعاملوا مع الزمالك في هذا التوقيت. الناس اخر بطولات جات للزمالك والاهلي جات للزمالك في اخر 4 سنين كانت 2 بطولات، كان حسام وابراهيم لعيبه، واخر مره نافسنا فيها في اخر 8 سنين وكنا اقرب الى ان احنا ناخد الدوري كان حسام وابراهيم موجودين، والارقام لا تكذب. فانا ارجو منك يا استاذ ممدوح انك يعني تستجيب لرغبات الجماهير الملايين اللي بيحبوا نادي الزمالك، ويرجع حسام وابراهيم اللي هم زي ولادك، وانت مفيش بينك وبينهم حاجه. لا، مفيش بيني وبينهم اي حاجه على الاطلاق. يمكن في مثلا لغط وحاجات حوالين، فانا بس بوضح هذه النقطه عشان الناس ما تعتقدش ان حسام وابراهيم لما هم جايين من غير رضا ممدوح عباس او مجلس الاداره او تحت ضغط او هم جايين ان شاء الله او هيجوا. يعني نتمنى ان الاستاذ ممدوح عباس ومجلس الاداره يستجيب لرغبات ملايين الزملكاويه، ويجي حسام وابراهيم اللي احنا شايفين ان هذا هو التوقيت المثالي لوجودهم. ومن غير حسام وابراهيم انا اعتقد ان احنا داخلين في نفق مظلم. حسام وابراهيم مش مجرد على فكره 2 كانوا بيلعبوا وخدوا بطولات. حسام وابراهيم مثال لشخصيتين، انا رايي انهم اعظم 2 لعيبه جم في تاريخ مصر، اكتر ناس عملوا بطولات للاهلي وللزمالك والمنتخب مصر، ومثال يحتذى به في حب العمل والاخلاص والتفاني باقل الامكانات. احنا عايزين ايه لنادي الزمالك في هذا التوقيت اكتر من 2 بهذا الشكل. عشان كده احنا بنقاتل. حضرتك عارف يا استاذ ان انا راجل كاتب، وراجل عندي شغلي طبعا، وعندي شركتي، وعندي مشاغلي السياسيه حتى في ظل الظروف اللي مصر بتمر بيها. لكن حبنا للزمالك حاجه في دمنا، ما نقدرش نسيبه ولا نقدر ما نهتمش بيه ولا نقدر. وكل ده انا اعلم ان الاستاذ ممدوح عباس عنده نفس الاحساس وعنده نفس المشاعر. انا بوجه نداء للاستاذ ممدوح عباس من خلالكم يا استاذ ممدوح، نعلم مدى حبك للزمالك، لو سمحت استجيب لرغبه جماهير الزمالك اللي بالملايين، ولو سمحت احنا عايزين حسام وابراهيم حسن. دكتور مدحت، الحقيقه يعني قبل ما انهي معاك المداخله عايز اسال حضرتك سؤال مهم جدا. هل دايما بيقولوا في الازمات يعني او الازمات بتصنع يعني او المعادن الاصيله بتبان في الازمات، هل في مجموعه من محبي نادي الزمالك ملمومه دلوقتي فعلا على المجلس او متكاتفه زي ما حضرتك بتتكلم وبيقعدوا بيتكلموا مع الناس، ولا بتظهر في التوقيت ده بس معارضه وخلافات؟ يعني هل الزملكاويه ده توقيت ان هم تلموا بايد واحده فيه؟ والله بص، يعني الزمالك في ازمات بقاله كتير قوي، انا عايز اقول لك انا لم ادخل نادي الزمالك منذ اخر مره انتخبت فيها قائمه اللي فيها الاستاذ ممدوح عباس. اخر مره دخلت فيها نادي الزمالك. وطبعا الطبيعي ان احنا لما بيحس في ازمه الناس كلها بتتلم والناس كلها عايزه نادي الزمالك. وانا بس هفكر الناس بمشهد كده بسيط هنهي بيه كلامي.
لن انسى قبل ما يجي التوأم في المره اللي فاتت ولاعيبه الزمالك القدامى بيتفرجوا على الزمالك في ماتش الاولمبي وبيبكوا بالدموع، كابتن محمود الخواجه وكابتن محمود سعد، والزمالك مهزوم من الاولمبي صعد من الدرجه الثانيه 3-1. يجب الا ينسى الناس احنا كنا فين، والكابتن حسام والكابتن ابراهيم لما جم الروح اللي اتعملت ومجلس الاداره اللي كان واقف معاهم ازاي وصلونا ان احنا بننافس في نفس السنه اللي كنا 13 فيها على الدوري. ارجوكوا حطوا الزمالك بس جوه عينيكم وجوه قلوبكم واستجيبوا لرغبات ملايين الزملكاويه في العالم العربي. شكرا جزيلا الحقيقه الدكتور مدحت العدل، عاشق الفانيلا البيضاء زي ما بيقولوا دايما. انا عايز اوضح حاجه بس يعني عشان تبقى